ناس توفت بسبب المخدرات والايس والحاجات اللي يعلم برا بينا اللي في الشارع. صاحب مرض ما كانش يعني قاعدين نطلع برا الشارع. هو ايه اللي جرى للناس؟ وليه الجريمه بتتعمل بدم بارد كده ومن غير اي تفكير؟ زمان الجريمه كان ليها سبب وبتقف عند حد معين، لكن النهارده العنف بقى عشوائي ومتوحش وماشي في سكه ما فيهاش رجوع. والسر في اغلب الاحيان مش مجرد شر جوه بني ادم، السر في الماده اللي بتمسح العقل وتسيب مكانه آلة قتل ما بتفكرش. قصتنا بتبدا من مكان مشهور بهدوءه وطبيعته البسيطه، جزيره ابو نشابه، وهي مكان الناس فيه عارفه بعضها بالاسم، والاصول والاحترام هي القاعده الأساسية في الجزيرة. لكن الهدوء ده اتكسر فجأة يوم 8 أغسطس، يوم عادي في الظاهر بس كان بداية لنهاية مأساوية هزت الجزيرة كلها. راجل كبير في السن من أهالي الجزيرة، راجل كبارة ومحترم ومش طالب من الدنيا غير الستر لبيته ولأهله، لاحظ إن في شوية شباب خدوا ناصية قدام بيتهم كده عشان يبيعوا السموم والمخدرات للغريب. الراجل ده هنته النخوة والشهامة وما قبلش إن أرضه أو منطقته يتحولوا لبؤرة من المتعاطين يدخلوا ويخرجوا أو يرعبوا الأهالي. بدأ يطردهم ويقف وش لوش قصادهم ويرفض ان اي زبون يشتري منهم او يقف في الشارع. الشباب دول ما بلعوش ان في صوت حق بيقف قصادهم. حصلت مشاده وكلام كتير في نفس اليوم. يوم 8 اغسطس الراجل ما اتصرفش بعنف، مشي بالقانون وراح عمل محضر في الاسم عشان يحمي نفسه ويحمي الجزيره. لكن الكارثه ان العقول اتلحمت بالمخدرات، ما فكرتش بعقليه البشر. وهو راجع من الاسم في نفس اليوم حصلت مشاده اكبر، خلصوا على الراجل الكبير ده بطريقه بشعه ومأساويه تهز اي حد. مفيش اي قيمه لحياه بني ادم، مفيش احترام لشيبته ولا لسنه ولا لنخوته، مجرد غل وانتقام اعمى. وهنا لازم نقف ونسأل نفسنا، هو ايه اللي بيحصل لدماغ المتعاطي عشان يوصل للتوحش ده؟ اولا بيلغي فرامل العقل، المخ فيه جزء مسؤول عن اتخاذ القرار وتقييم العواقب. المخدرات بتشطب على الجزء ده تماما. المتعاطي ما بيبقاش فاهم يعني ايه سجن ولا يعني ايه اعدام. الادمان بيقفل احساس جوه الانسان. الضحيه اللي قدامه ما بيكونش بني ادم ليه ناس ولا عيله، بتتشاف بس على انها عائق واقف ما بينه وما بين الكيف بتاعه. المتعاطي بيبقى عايش في هلاوس، حاسس ان الدنيا كلها قصداه ومستقصده تاذيه، فبيتحول لشخص هجومي. بيبدا هو بالاذيه من قبل ما حد يكلمه. المرعب اكتر لما الكارثه تتنفذ بايد احداث او شباب صغير في السن. ليه بقى الشباب الصغير لما بيبتلى بالادمان بيكون اعنف واشرس بكتير؟ طيش المراهقه لما يركبوا الكيف، الشاب في السن ده بيبقى عايز يثبت نفسه. لما بتنزل عليه المخدرات بتمحي اي تربيه او اصول اتعلمها. الشاب المدمن بيبقى حاسس انه ضايع وفاشل، فالمخدر بيديله احساس وهمي بالعظمه، فبيشوف ان العنف هو الطريقه الوحيده اللي هيعمل بيها لنفسه هيبه وسحر وسط اصحابه. الكبار وتجار السموم بيستغلوا طيش وعقول الشباب دول ويزقوهم في وش المدفع، لانهم ضامنين ان الشباب دول عقولهم مغيبه وبيسمعوا الكلام، وده كله من غير ما يفكروا ثانيه واحده. لما تلاقي بقى الشرف والشهامه بيدفع ثمنهم موت، ولما تلاقي عيل صغير بيشيل سلاح وينهي حياه راجل في مقام ابوه، اعرف ان احنا وصلنا للنقطه صفر. الانسان في اللحظات دي بيكون فاقد كامل انسانيته، اتمسحت منه الرحمه واتخلعت من قلبه الشفقه، وما فاضلش فيه غير الهيكل البشري من بره، لكن من جوه مسخ ما بيعرفش غير الدم. لما بتشوف مشاهد زي دي بتحصل في شوارعنا بيجيلك احساس بالوجوم والحسره، احساس ان العالم ده خلاص جاب اخره واستوى على الاخر وما فاضلش فيه غير حاجه واحده بس تتمنى انها تحصل، ان القيامه تقوم. اللي حصل يوم 8 اغسطس مش مجرد حادثه وخلاص، دي صفاره انذار مرعبه بتقول لنا الشارع رايح فين لو السموم دي فضلت تجري في العروق. الراجل ده دفع حياته تمن لشهامته ولانه رفض يطاطي راسه لواقع فاسد. المشكله مش بس في الجريمه، المشكله في العقول اللي بتغيب والجيل اللي بيتسرق مني ومنك، والعنف اللي بقى اللغه الاولى عند عيال صغيره اتدمرت دماغهم بالكامل. خدوا بالكم من عيالكم، تجار السموم متربصين ليهم، ممكن يكون وسط جزيره وممكن يكون جارك، ممكن يكون نفوذهم هو اللي مقوي قلبهم، لكن لما يبصوا في المرايه بيعرفوا قيمه نفسهم، يعرفوا ان هم عملوا اللي اوسخ من الشيطان معرفش يعمله. دمروا اجيال ويتموا شباب لكن نهايتهم معروفه. ركزوا في كل تفصيله في حياه ولادكم، الخطر بيبدا بسجاره او حبايه وبينتهي بجريمه تهز منطقه كامله.